يا صباح الخير، صباح الهنا والسعادة. تعالى هنعمل كيكة الشاي، كيكة حلوة كلنا بنحبها وولادنا بيحبوها، بس دايما بننساها مع انها من احلى الكيكات واسهلها. هنقول المقادير بتاعتها. اول حاجة معايا 3 كوبايات ونص دقيق، 3 بيضات، كوباية الا ربع زيت، كوباية ونص سكر، وكوباية ونص لبن، ومعلقة صغيرة خل، رشة ملح وفانيليا، وكيس كيك شيف. هو ده مش كيك شيف، انا جبت اول مرة اجربه. هو ده كيس اسمه رايت شيف، فيه محسن وبيكنج باودر وفانيليا كله مع بعضه، بس انا برضو ما اكتفيتش بيه، انا حطيت فانيليا سايلة من بره. هنجيب اول حاجة قبل ما نبدأ في المقادير صينية هندهنها زيت او سمنة او زبدة حسب ما تحبي، وهنحط فيها معلقة دقيق وهنرشها كده ونغلفها بالدقيق زي ما احنا شايفين، وهنخبط الصينية ننفض منها الدقيق اللي هيفيض منها. بس بعد كده هنجيب الخلاط وهنبدأ نحط البيض. هنحط البيض الأول مع السكر. أول حاجة هنجيب ال3 بيضات هنحطهم في الخلاط، وهنحط معلقة صغيرة فانيليا. دايما الكيكاية دي يا جماعة حلوة، بس احنا بننسى نعملها، يعني ما بنفتكرهاش كتير، مع انها سهلة وحلوة. تشربيها مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بلبن الصبح. حاجة خفيفة كده وطعمها حلو وما بتاخدش، مش مكلفة زي باقي الحلويات، مش عايزة حاجات كتير يعني كريم شانتيه وحلويات وكده يعني. هي سادة كده بس مفيهاش اي حاجة تاني. هنحط مع ال3 بيضات معلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة خل. الخل ليه؟ الخل بيخلي الكيكاية هشة وحلوة كده وبيضة من جوه وسفنجية. هنحط معاهم كوباية ونص سكر. طبعا احنا حطينا البيض والخل والفانيليا، وقلنا الخل لازمته في الكيكة عشان خاطر يخليها هشة وحلوة وبيضة من جوه، وفي نفس الوقت ما يديش اي زفارة للبيض. احنا حاطين فانيليا وخل، خلاص انسي ريحة الزفارة. في ناس بتتعقد من الكيكاية لما تلاقي لها ريحة كده، البيض بيبقى فيه ريحة ليه. طبعا الخل والفانيليا دي السايلة مش هتخليلك اي ريحة في الكيكاية. هنزل كده بالسكر نضربه ضربة حلوة مع بعضيه الاول، وبعد كده هنزل بالزيت. بعد ما هنزل بالزيت هحط اللبن، واللبن زي ما قلت كوباية ونص لبن، يعني 3 بيضات، كوباية الا ربع زيت، كوباية ونص سكر، كوباية ونص لبن. معيار السكر قد معيار اللبن، والكوباية اللي تحطي بيها السكر حطي بيها اللبن، حطي بيها الزيت. دي معروفة في اي حلويات. هضربهم كده ضربة حلوة لغاية ما يدوني اللون الابيض الحلو كده في الخلاط، وبس كده خلاص. تمام تمام. هجيب الدقيق. انا نخلة الدقيق مرة واتنين، وبصوا بنخله مرة تالتة ازاي مع نفسه كده بالمصفى، وتنخليه كده بحيث يدخل. كل ما تنخلي فيه اكتر كل ما هيدخله هواء اكتر، كل ما تبقى الكيكاية هشة وخفيفة اكتر. هنزل كده بكيس البيكنج باودر اللي هو معانا، وهحط معاه ربع معلقة صغيرة كربونات. بصوا اهو على طرف المعلقة ربع معلقة صغيرة، يعني كيس بيكنج باودر ومعاه ربع صغيرة كربونات. ورشة الملح طبعا حطيناه. هنزل كده الاول بالخليط. انا ما بحبش احط الدقيق وانزل عليه بالخليط يا جماعة، انا بحط الاول الخليط وبعد كده بنزل بالدقيق. لا هيكلكع معاكي ولا هيبقى فيه اي كلاكيع، لكن اول ما تحطي الدقيق وتنزلي عليه بالخليط ده بيكلكع وتفضلي تضربي فيه، وبرضه بيبقى فيه ساعات مخرز كده وكلاكيع. لكن الحكاية دي انك تحطي الاول الخليط وبعد كده تنزلي بالدقيق حبة بحبة، هيبقى انسيابي ويبقى زي الفل مفهوش اي كلاكيع. اهو شايفين عامل ازاي. هي خدت الكوباية ونص لبن، خد 3 كوبايات ونص دقيق بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها اللبن. كده زي ما انتوا شايفين الصينية زي ما شايفينها مغلفينها بالسمنة والدقيق. وهكون مشغلة الفرن على درجة حرارة كام؟ 180. اول ما اجي اسمي وابدأ في الكيكاية بكون مشغلاها الشبكة في النص، ولا بشغل شواية ولا اي حاجة، لمدة قد ايه؟ نص ساعة. نص ساعة وافتح ابص عليها واشوفها محتاجة 5 دقايق تاني اسيبها. خلاص كده استوت. اعرف استوت ازاي؟
بخلة اسنان او شيش طاووق في النص، في نص الكيكايه بالظبط، عشان خاطر تعرفي السوا بتاعها. لو طلعت معاكي نظيفه كده خلاص الكيكايه استوت، لا فيها عجين، لا استنى لها 5 دقايق تاني. هخبطها زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده ايه ادخلها في الفرن اللي هي سخنه قبل ما ابدا في الكيكايه. خلاص طلعناها. بس انا عايزه اقول لكم ان انا كنت عاملاها بالليل وطفيت عليها وسبتها للصبح، يعني الكلام ده الصبح. بس كده زي ما انتوا شايفينها طالعه، شوفها عامله ازاي، ولا فيها تشققات ولا فيها اي حاجه، وطالعه كيكايه بصوا عجب. هتعمليها تعجبك. اهم حاجه في خطواتها والطريقه انك تضربي البيض مع السكر اول حاجه كويس. دي الطريقه بتاعتها والخطوات بتاعتها عشان تطلع معاكي ناجحه وهشه وعاليه زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. ان اول حاجة تضربي البيض مع السكر كويس لغاية ما يديك اللون المبيض كده، وبعد كده تنزلي بباقي المكونات. شايفين العلو بتاعها قد ايه ولونها؟ شايفين المسامات بتاعتها مقفولة وزي الفل، ما فيهاش فراغات. ليه؟ عشان هي مظبوطة، مقاديرها مظبوطة والفرن مظبوطة، ما فيهاش اي تشققات. المسامات بتاعتها مقفولة. شوفوا بترجع معايا ازاي، دي مستوية الكيكاية لما ترجع معاكي كده تعرفي انها مستوية ومظبوطة. لا دوست عليها وما رجعتش كده، هي معجنة لسه ما استوتش كويس. بتقطعيها كده بتتقطع معاكي حتة بحتة اهو، شايفين؟ اعمليها وجربيها وشوفيها كده هتعجبك. تعمليها بالليل تشربي معاها كوباية شاي، الصبح شاي او شاي بلبن زي ما تحبي. انا بعد كده ما قطعتها قلت لا اعمل لي كوباية شاي واشربها كده معاها، واكل لي حتة كيكة صغيرة قبل ما انزل. وتمام كده خفيفة وحلوة. وما تقعديش تفكري يا نفطر ايه، عايزة حاجة خفيفة. طبعا البراد كان سخن فانا حبيت امسك الكوباية في ايدي. وبعد كده تعمليها وتفطري بيها حاجة خفيفة انت وولادك. تقطعيها كده تدي في اللانش بوكس حتة لابنك وهو رايح المدرسة لبنتك. خفيفة، وكل ولادنا بيحبوا الكيكاية دي، كلهم بيحبوها. فايه فاعمليها وجربيها وقولي لي رأيك فيها ايه. شايفين انا يعني عجباني، بصوا انها بترجع تاني. بقول لكم اهو المسامات بتاعتها مقفوله ما فيهاش فراغات ومظبوطه بالملي. امشي على المقادير اللي انا عملتها بالظبط هتطلع معاكي كيكه ناجحه. الصينيه دي الصينيه الوسط اللي ايه في الطعم، يعني اللي ايه في النص، لا الكبيره ولا الصغيره، دي اللي هتطلع لك المقادير مظبوطه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تعملوا لايك. لو اول مرة تشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان كل ما اعمل فيديو يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير واقول لكم مع السلامة، باي باي.